ماهيكو. المكسيك حدودها مع أمريكا من الشمال حوالي 3145 كيلومتر، من الجنوب حدودها مع جواتيمالا وبيليز، وده بيخليها زي حلقة وصل بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية. هتلاقي المحيط الهادي من الغرب وبحر الكاريبي وخليج المكسيك من الشرق، ومساحتها النهاردة حوالي 1,700,000 كيلو متر مربع. الرواية الرسمية لسكان المكسيك الأوائل بتقول إن هم وصلوا مع الهجرات اللي كانت بتيجي من آسيا في أواخر العصر الجليدي الأخير من أكتر من 10,000 سنة، وده كان من خلال مضيق بير رينج. بس وقتها بسبب التلج كان في زي جسر بري كده قدروا ان هم يعدوا من عليه. السكان الاوائل دول بقى كانوا بدو، يعني ما كانوش ثابتين في مكان واحد، وكانوا دايما بيتنقلوا يدوروا على اكل وميه ومأوى وكده. الاولمك اتطوروا في مضيق تيوانتيبيك على ساحل خليج المكسيك في الولايات اللي هي دلوقتي فيرا كروز وتاباسكو حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، وبيعتبروا أقدم حضارة في منطقة ميسو أمريكا اللي هي المناطق اللي بتضم المكسيك ودول أمريكا الوسطى. الأولمك بنوا مراكز احتفالات ومدن كبيرة زي لافينتا، سان لورينزو، وتريس سابوتيس. أماكن كانت بتتميز بتلال وساحات، وكمان مباني زي هرم لافينتا واحد من أولى المباني من النوع ده في ميسو أمريكا. الأولمك كانوا بيعبدوا آلهة كتيرة، وكانوا بيعبدوا آلهة مرتبطة بالطبيعة والزراعة والحيوانات. الجاguار بالأخص كان ليه دور أساسي في نظرتهم للعالم، وكانوا بيعتبروه كائن خارق وهو اللي بيحميهم. أما لغة الأولمك فهي مش معروفة علشان مفيش سجلات مكتوبة بلغتهم الأصلية. فن الأولمك بيتميز برؤوس ضخمة منحوتة من البازلت بتمثل حكام أو قادة الحضارة دي، وكمان تماثيل للجاguار وحيوانات مقدسة تانية. المجتمع بتاعهم كان منظم حوالين مراكز احتفالات ومدن، وكانت بتشتغل كمراكز للسلطة السياسية والدينية. بيعتقد أن الحكام كانوا زعماء من سلالات وعشائر، وكانوا بيمارسوا سلطتهم من خلال تحالفات وعلاقات قرابة. وكان المجتمع نظامه هرمي، فوق هتلاقي فيه النخبة الحاكمة والكهنة، بعدهم الحرفيين، بعد كده يجي الفلاحين والصيادين. الاقتصاد عندهم كان بيعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وكان المحصول الرئيسي هو الذرة. غير كده كانوا بيزرعوا الفاصوليا والقرع والفلفل. كمان كانوا بيمارسوا الصيد وصيد السمك وجمع الأكل البري. ده غير إن الموقع الجغرافي لحضارتهم كان بيسمح لهم يشاركوا في شبكات تبادل على مسافات بعيدة، واللي من خلالها كانوا بيستوردوا خامات زي اليشم والأصداف البحرية علشان التماثيل اللي كانوا بيعملوها. حضارة المايا بتعتبر من أرقى الحضارات القديمة، ابتدت حوالي سنة 2000 قبل الميلاد بمجموعات صغيرة من الصيادين وجميع الفواكه، وفي عزها من حوالي سنة 300 لحد سنة 900 بعد الميلاد انتشرت في الأراضي اللي هي دلوقتي المكسيك، جواتيمالا، بيليز، هندوراس والسلفادور. وكانت حضارة متميزة بدرجة عالية من التعقيد في جوانب كتيرة من مجتمعهم. كانوا متكونين من مجموعة من المدن المستقلة وبتحكمهم زعماء معروفين باسم هشوينيك أو أجوا أو أهاوا. المدن دي كان فيها علاقات تجارية وتحالفات وأوقات تانية صراعات مع بعض، وده كان بيسمح لهم إن هم دايما يتبادلوا المعرفة والموارد. حضارة المايا حققت تقدم كبير في مجالات زي الرياضيات والفلك والطب، ده غير إن هم طوروا نظام عددي بيعتمد على الرقم 20 وضمنوا فيه مفهوم الصفر، ده غير قدرة كبيرة في قياس الزمن، وده غير ابتكارهم لنظام كتابة بالهيروغليفية سمح لهم بتسجيل تاريخهم وأساطيرهم وأحداثهم السياسية وغيره. ومع إن جزء كبير من أدبهم اتدمر أثناء الغزو الإسباني، إلا إن في نصوص فضلت موجودة زي بوب الفوق اللي بيحكي عن خلق العالم ومغامرات آلهة وأبطال المايا. دين المايا كان متعدد الآلهة، وكان متداخل مع حياتهم اليومية والسياسية والطبيعة لوكشة كده مع بعضها. آلهة المايا كانت مرتبطة بظواهر طبيعية زي المطر والشمس والقمر، وكان في احتفالات وطقوس كتيرة على شرفهم. ونظرتهم للعالم كانت بتشمل كمان الإيمان بوجود عالم سفلي ومستوى سماوي. اقتصادهم كان بيعتمد بشكل رئيسي هو كمان على الزراعة، لكن كانوا بيصطادوا ويجمعوا أكل من البر كمان. حياتهم اليومية كانت بتدور حوالين الشغل الزراعي، الحرف اليدوية، والتجارة، على طبعا الاحتفالات الدينية. وكانوا عباقرة في العمارة والبنى، وبنوا مدن مبهرة زي تيكال، بالينكي، وتشيتشن إيتزا. مثلا مدينة تشيتشن إيتزا دي كانت مركز مهم للقوة والتجارة. عمارتها كانت مزيج بين عناصر حضارة المايا وعناصر من حضارات تانية زي التولتيك، واللي خلى علماء الآثار يتكهنوا بوجود تفاعل أو تعايش بين الشعبين. ومن أهم وأشهر المباني المميزة في تشيتشن إيتزا كوكلكان، وده عبارة عن هرم مدرج ضخم في نص الساحة الرئيسية. حضارة السابوتيك دي كانت من أهم وأقدم الحضارات في ميسو أمريكا. بدأوا في المنطقة الجبلية في اوهاكا حوالي سنة 500 قبل الميلاد، في منطقة اسمها الوديان المركزية، أرض خصبة خلتهم يطوروا اقتصاد معتمد بالأساس على الزراعة والتجارة. ومع مرور الوقت بدأوا يتوسعوا للمناطق اللي جنبهم، وبنوا مدن ومراكز احتفالات كتير، أهمها مونتي ألبان اللي هي عاصمة السابوتيك، اللي موجودة على تل ومعروفة بمبانيها زي الساحة الكبيرة ومعابد الراقصين.
من القرن ال11 بدأوا إن هم يواجهوا تحديات زي غزو جماعات تانية من السكان الأصليين زي المكستيك، ولما الإسبان وصلوا المكسيك في القرن ال16 كان السابوتيك فقدوا جزء كبير من قوتهم السياسية ومساحات الأرض اللي كانوا مسيطرين عليها، لكنهم قدروا يحافظوا على هويتهم الثقافية ويقاوموا الغزو، وده اللي خلى عاداتهم وتقاليدهم تفضل موجودة لحد النهاردة. تيوتيواكان دي كانت واحدة من أهم وأغرب المدن في ميسو أمريكا القديمة، ازدهرت بين سنة 100 قبل الميلاد وسنة 600 بعد الميلاد، وبقت مركز سياسي وديني وثقافي وفي أعراب كتير عايشين هناك. أصلها لسه موضوع نقاش بين ناس كتير، محدش قادر يحدد بالظبط هوية المؤسسين بتوع الحضارة دي. في نظريات بتقول إن هي اتأسست بواسطة مجموعات من النوس أو الأوتومياس أو حتى المايا نفسهم، بس الأكيد أو الكل مجتمع عليه إن تيوتيواكان كانت مركز مهم للتفاعل بين حضارات مختلفة، وده ساهم في ازدهارها ونموها. من بين آلهة تيوتيواكان المهمة كان في تلالوك، ست كبيرة وكانت مرتبطة بالزراعة والخصوبة، وكمان كيتزاكواتل الأفعى المنورة المرتبطة بخلق العالم والحكمة. واتبنى هناك آلهة كتير علشان الآلهة دي زي هرم الشمس وهرم القمر ومعبد كيتزالكواتل. مجتمع تيوتيواكان كان هرمي ومتقسم لمستويات اجتماعية مختلفة، فهتلاقي فوق كان في النخبة اللي بتحكم كل الدنيا، وتحتيهم الكهنة والقادة السياسيين، بعد كده يجي الحرفيين، وفي الآخر التجار والفلاحين. المدينة كانت متقسمة على أحياء وكان فيها ناس من أعراق وحرف مختلفة. بيعتقد أن عدد سكانها وصل لحوالي 125 ألف نسمة، وده بيخليها واحدة من أكبر المدن في العالم في وقتها. اللغة اللي كانوا بيتكلموها مش معروفة بالظبط، وده بسبب قلة السجلات المكتوبة بلغتهم الأصلية، بس في بعض الباحثين بيقولوا إن أهل المدينة دي كانوا بيتكلموا أكتر من لغة زي النوس والأوتومياس والمايا، وده طبعا بسبب التنوع العرقي والثقافي اللي كان موجود فيها. تيوتيواكان كمان مشهورة بتخطيطها العمراني وشوارعها وميادينها المرتبة وتصميمها اللي بيعكس رؤيتهم للكون ومعتقداتهم الدينية. كان في ممشى اسمه طريق الموتى، كان بيمر من شمال لجنوب المدينة وبيوصل أهم المباني ببعض زي الأهرامات والمعابد وكده. وزي باقي حضارات ميسو أمريكا اقتصادها كان بيعتمد على الزراعة وخصوصا الذرة، وكمان كانت مشهورة بصناعة المنتجات المعمولة من السيراميك والأقمشة، وكانت مركز تجاري مهم بتوصل شبكاتها لمناطق بعيدة زي غواتيمالا وجنوب غرب الولايات المتحدة. بالنسبة للفن في حضارة التيوتيواكان كان مميز بألوانه الكتير وأشكال هندسية وتصويره للآلهة والحيوانات المقدسة، وخصوصا الجداريات والرسومات اللي كانت بتزين جدران المعابد والقصور، وكمان التماثيل المعمولة من الحجر والسيراميك. أما سبب هجر المدينة فلحد النهاردة لغز محدش فاهمه. حوالي سنة 550 بعد الميلاد المدينة اتعرضت لانحدار مفاجئ، كل الناس اللي كانوا عايشين فيها تقريبا سابوها. في نظريات كتير اتقدمت علشان تفسر الظاهرة دي، اللي بيقول لك إن كان في نزاعات داخلية، واللي يقول غزوات خارجية، واحد تاني يقول لك ده استنزاف للموارد الطبيعية أو بسبب التغيرات المناخية، بس الكل اتفق عليه إن بعد ما اتهجرت اتنهبت وبقت مبانيها عبارة عن أنقاض. حضارة التولتك ازدهرت بين سنة 650 وسنة 1200 بعد الميلاد، ومع إن أراضي التولتك كانت في ولاية هيدالجو اللي موجودة النهاردة، لكنهم انتشروا في كل ميسو أمريكا تقريبا، وأسسوا العاصمة تولا حوالي سنة 900 ميلاديا. المدينة دي بقت مركز سياسي وثقافي مهم، ووصل عدد سكانها لأكتر من 40 ألف نسمة. في تولا المباني كانت بتتميز بالأعمدة اللي شكلها زي تعابين منورة، ده غير الأتلات اللي هي عبارة عن تماثيل ضخمة بتمثل كيتزالكواتل وكانت شايلة سقف المعبد. التولتك كانوا محكومين من نخبة مكونة من كهنة وقادة عسكريين بس، وكان النظام الاجتماعي عندهم معقد جدا، في طبقات مسيطرة النبلاء والكهنة والمحاربين، وكالعادة بيجي في قاع المجتمع بقى الحرفيين والفلاحين والتجار الصغيرين. كمان كانوا عاملين تحالفات سياسية وتجارية مع حضارات تانية في منطقة ميسو أمريكا، وده خلى تأثير حضارتهم يعدي حدود أراضيهم ويوصل لحضارات تانية زي الأستك مثلا، اللي استلهموا منهم بعض الحاجات في الدين والفن والتنظيم الاجتماعي. شخصية كيتزالكواتل اتبنت كإله مركزي عند المكسيكان أو الأستك، وانتشر الإيمان بالأفعى المنورة في كل أراضي ميسو أمريكا. ورغم قوتهم ونفوذهم حضارة التولتك بدأت إنها تتراجع حوالي سنة 1200 ميلاديا، وده بسبب ظروف كتير زي الجفاف والنزاعات الداخلية، ده غير الضغوط اللي كانت بتجيلهم على شكل هجمات من الجماعات البدوية اللي عايشة في الشمال. أراضيهم كانت في قلب المكسيك، وعاصمتهم كانت في تينوشتيتلان، واللي كانت واحدة من أكبر المدن في العالم وقتها. كانوا شعب بدوي، وحسب الأسطورة بيقولك إن هم جالهم إشارة إلهية بإن هم لازم يستقروا في المكان اللي هيلاقوا فيه نسر بياكل أفعى من فوق شجرة نوبال اللي هي فاكهة صبار التوت. المكان ده اللي كان موجود على جزيرة وسط بحيرة تسكوكو، فيما بعد بقت مدينة تينوشتيتلان.
ومن ساعتها المكسيكان أو الأستك بدأوا إن هم يتوسعوا ويبدأوا بغزو الشعوب المجاورة ليهم، وبدأوا إن هم يبنوا إمبراطورية كانت بتغطي أجزاء كبيرة من المكسيك الحالية. الإمبراطورية المكسيكية كانت بتحكمها شخصية اسمها تلاتوان، وده كان عبارة عن الحاكم اللي بيمارس سلطة مطلقة. المجتمع عندهم كان زي اللي قبلهم نظام هرمي، في طبقة مسيطرة من النبلاء والكهنة والمحاربين، وطبقة دنيا من الحرفيين والفلاحين والعبيد. كمان كان في تنظيم سياسي بيضم مجموعة من القبائل والمدن التابعة ليهم، واللي كان لازم يكيشوا لهم جزية ويطيعوا طبعا أوامر الحكومة المركزية. في مدينة تينوشتيتلان في معابد زي المعبد الكبير، وده اللي كان بيعبدوا فيه الآلهة زي تلالوك، والمدينة متقسمة بشبكة من القنوات والطرق اللي بتخلي حركة الناس والبضائع سهلة. وطوروا نظام في الزراعة اسمه الشينامبس، دي عبارة عن أراضي عايمة في البحيرات بتسمح إن هم يعملوا زراعة مكثفة. وده غير إن التجارة كان ليها دور مهم جدا في الإمبراطورية دي، ومع أسواق زي تلاتيلولكو اللي كان بيتم فيها تبادل منتجات من كل أنحاء مناطق ميسو أمريكا، ده كان طبعا بيسهل أكتر حركة التجارة. الآلهة الرئيسية في المكسيك كانت ويتسيلوبوتشلي إله الشمس والحرب، تلالوك إله المطر، كويتسالكواتل اللي هو الأفعى المنورة. وكانوا بيعملوا تضحيات بشرية في احتفالاتهم الدينية، لأن هم كانوا مؤمنين إن ده لازم يحصل علشان يرضوا الآلهة ويحافظوا على توازن الكون. غير إن هم كمان ابتكروا تقويم بيعتمد على دورات الشمس والقمر، ودرسوا حركة الكواكب علشان يقدروا يتنبئوا بالأحداث الفلكية والطبيعية. غير إن هم كمان كانوا خبراء في بناء المباني الضخمة باستخدام تقنيات هندسية وتصاميم متطورة. فانوصلوا سنة 1519 تحت قيادة إرنان كورتيس، ودي كانت بداية نهاية الإمبراطورية المكسيكية. على الرغم إن كان في شوية مقاومة وتحالفات من مناطق مختلفة في ميسو أمريكا، في الآخر الإسبان انتصروا سنة 1521 لما هم وحلفائهم من السكان الأصليين قدروا يأسروا قادة تينوشتيتلان. من أواخر القرن ال15 إسبانيا طبعا زي ما أنت فاهم كانت زي باقي الدول الأوروبية بتدور على طرق تجارية جديدة لآسيا علشان التوابل والحرير والشغل ده. علشان يوسعوا ممالكهم ويلاقوا الطرق، طبعا أنت عارف القصة، ملوك إسبانيا فرديناند وإيزابيلا مولوا رحلات بحرية ووصلوا القارة الأمريكية بقيادة كريستوفر كولومبوس. سنة 1518 دييجو فلاسكيز ده كان حاكم كوبا. الراجل ده كان عمال يبعت في رحلات علشان يضم أراضي جديدة. سنة 1518 راح مكلف فرنان كورتيس بطلعة لسواحل المكسيك علشان يعني يستكشف طرق التجارة ويعمل علاقات وتحالفات مع السكان الأصليين. كورتيس نفذ وخرج من كوبا في فبراير سنة 1519 مع حوالي 500 راجل و11 سفينة بالعدة بتاعتهم. لكن قبل ما يوصل كورتيس للمكسيك كان في مستكشفين اسبان تانيين. دييجو زي ما قلت لك كان عمال يبعت في رحلات، منهم مثلا خوان دي غيرخالفا اللي عمل رحله سنه 1518 قبل كورتيس بسنه، واللي كان اصلا دييجو بعته علشان يتابع تقارير رحله مين؟ فرانسيسكو هرنانديز دي كوردوبا سنه 1517. ركز مع الراجل ده هنحتاجه تاني. المهم ان في رحله خوان ده الاسبان بداوا ان هم يتعرفوا على سواحل خليج المكسيك من عند شبه جزيره يوكاتان ولحد فيرا كروز. اتواصلوا هناك مع مجموعات من السكان الاصليين وبدأوا إن هم يجمعوا شوية معلومات عن قوة الإمبراطورية المكسيكية. ما عملوش أي مستوطنات في الوقت ده ولا حتى وصلوا للعاصمة اللي هي تينوشتيتلان، لكن الرحلة بتاعتهم رجعت بمعلومات مهمة جدا واللي كانت أساس لرحلة كورتيس اللي بدأت سنة 1518. من بين كل القصص اللي في الفترة دي في قصة جونزالو جيريرو، ودي كانت مختلفة شوية عن باقي القصص بتاعة البحارة الإسبان في الفترة دي. الراجل ده السفينة بتاعته غرقت في شبه جزيرة يوكاتان قبل وصول كورتيس بسنين كتيرة، وعلى عكس معظم الأوروبيين في الوقت ده نجا بحياته واندمج مع ثقافة المايا وبقى كمان قائد هناك. جيريرو بدأ مغامرته في سنة 1511. السفينة اللي كان راكبها غرقت جنب سواحل يوكاتان. هو باقي البحارة واللي كان منهم هيرونيمو دي أجيلار قدروا إن هم ينجوا ويوصلوا للشاطئ، وهناك اتقبض عليهم من المايا. في الوقت ده هيرونيمو قرر إن هو يحافظ على هويته الإسبانية، وجيريرو قرر ان هو يتبنى ثقافه الناس اللي اخدوه. جيريرو اتعلم لغه المايا واتوشم ودخل في ودانه ومناخيره وشفايفه وكل الحاجات دي على حسب التقاليد يعني والعادات المحليه، وكمان اتجوز من بنت زعيم محلي وخلف منها 3 ولاد، وبكده يبقى العيال دي يعتبروا هم اول عيال متهجنين. لما هرنان كورتيس وصل للمكسيك في سنه 1519 عرف بوجود اسبان 2 عايشين وسط المايا. هيرونيمو اللي كان حاول يهرب وانضم لرحله كورتيس وبقى مترجم مهم في الفترة دي بين الإسبان والمايا، وجيريرو اللي رفض وكمل مع حياة وثقافة المايا وما كانش ناوي أبدا يسيب عيلته، وبقى حليف مهم كمان للمايا في مقاومتهم للإسبان. وبسبب إن هو عارف تكتيكات كتيرة في الحرب الأوروبية ده ساعدهم إن هم يحاربوا الاحتلال الإسباني لحد لما مات هو والزعيم بتاع قوات سيكومبا.
رحلة كورتيس كملت على سواحل يوكاتان. المواقف اللي حصلت بين الإسبان والسكان الأصليين بعد كده حصلت على ساحل المنطقة اللي هي دلوقتي ولاية تاباسكو. كورتيس بدأ يعمل تحالفات مع مجموعة من السكان الأصليين، وفي الوقت ده الإسبان كمان قابلوا المالينش، ودي واحدة من السكان الأصليين بقت مترجمة ومستشارة لكورتيس، وكان ليها دور كبير جدا في التفاهم والتفاوض بين الأطراف الإسبانية والسكان الأصليين. بعد ما كورتيس بدأ يسمع قصص كتيرة عن الثروة والقوة اللي موجودة في قلب المكسيك، قرر إن هو يتجه لعاصمة إمبراطورية المكسيك تينوشتيتلان. وفي طريقه هو والإسبان وحلفائهم من السكان الأصليين كانوا بيواجهوا معارضة من بعض الشعوب اللي كانت تحت سيطرة المكسيكان. في نوفمبر سنة 1519 كورتيس ورجالته وصلوا لتينوشتيتلان، وهناك استقبلهم التلاتوني واللي كان اسمه موكتيسوما الثاني. الدوافع وتصرفات موكتيسوما ده مع وصول الإسبان محدش لسه فاهمها لحد النهارده، بس الأكيد إن بعد فترة من وصول كورتيس أثر موكتيسوما وبدأ يسيطر على الحكومة المكسيكية. في مايو سنة 1520 كورتيس ما كانش موجود في العاصمة، اللي بقيادة واحد اسمه بيدرو دي ألفارادو عملوا مجزرة خلال احتفال ديني مكسيكي. الحركة دي عملت ثورة في المدينة، فان اضطروا ان هم يهربوا في ليلة 30/6 واللي بقت معروفة بالليلة الحزينة. كتير من الإسبان وحلفائهم من السكان الأصليين اتقتلوا على إيد المكسيكان. بعد الهزيمة دي كورتيس وحلفائه بدأوا ان هم ينظموا نفسهم علشان يرجعوا تاني لتينوشتيتلان. ما بين مايو وأغسطس سنة 1521 كورتيس والرجالة اللي معاه من الإسبان وحلفائهم من السكان الأصليين واستراتيجيتهم كان إن هم يقطعوا عليهم الأكل والمية ويبنوا قوارب علشان يهاجموهم من عند بحيرة تكسكوكو. في الآخر اقتحموا المدينة في معارك قريبة، والحصار ده كان ليه تأثير مدمر على سكان المكسيك اللي عانوا بسبب الجوع والأمراض، غير إن كتير جدا منهم ماتوا. في أغسطس سنة 1521 تينوشتيتلان بتقع في ايد الاسبان وحلفائهم من السكان الاصليين. هرنان كورتيس اتولد في ميديجين التابعه لاقليم اكستريمادورا الاسباني. وصل لجزيره اسبانيولا اللي هي النهارده دول هايتي وجمهوريه الدومينيكان وهو عنده 19 سنه تقريبا. بعدها ب7 سنين انضم لحمله قادها دييغو فلاسكيز لغزو كوبا، وبعدها بقى زي عمده كده على مدينه صغيره هناك لحد لما جات له الفرصه بحمله على المكسيك، وده كان بتكليف من فلاسكيز نفسه، واللي كان غير رايه في اخر لحظه وكان عاوز يكنسل الحمله علشان مشاكل بينه وبين كورتيس. بس كورتيس نفض له وطلع بحوالي 600 جندي و16 حصان وشويه مدافع عشان يشوف الدنيا اخبارها ايه على شواطئ المكسيك. في الاول لما وصل قعد يتدحلب على السكان الاصليين وبدا يجمع معلومات ويضم القبائل اللي كانوا ضد الاستك لحد لما وصل للعاصمه تينوشتيتلان. هناك قابل الامبراطور موكتيسوما الثاني، وفي الاول خده على الهادي كده لحد لما قدر يسيطر عليه. بيقول لك ان موكتيسوما كان بيعتقد ان كورتيس اله قديم من الاستك، بس ده طبعا ممكن يكون بس مجرد تفسير لتصرفات موكتيسوما واللي مش مفهومه في الفتره دي. المهم الدنيا بتكمل حلوه قوي مع كورتيس، بس ده لحد يونيو سنه 1520 لما بيدرو دي ألفارادو بيهجم على السكان الاصليين خلال احتفال ديني وبيقلبها مجزره. بيقتل كتير منهم، بس ده قبل ما جنود الاستك يبداوا هم كمان يقتلوا في الاسبان ويأسروا منهم اللي يقدروا عليه، والباقي كله هرب من المدينه في ليله اتسمت بلا نوتشي تريستي او الليله الحزينه. بعد الخساره كورتيس والجنود رجعوا يتجمعوا تاني في مدينه تلاكسكالا، وهناك بداوا ان هم يعملوا تحالفات جديده مع القبائل المحليه علشان يستعدوا للهجوم الكبير. ما بين مايو واغسطس سنه 1521 كورتيس والجنود اللي كانوا باقيين معاه من الاسبان وحلفائهم من التلاكسكالتيكاس توتونيكاس والأوتومي وغيرهم من الشعوب الأصلية عملوا حصار على تينوشتيتلان. الاستراتيجية كانت ان هم يقطعوا عنهم الامدادات من اكل ومية ويبنوا قوارب يقدروا يهاجموهم بيها من بحيرة قريبة من هناك اسمها بحيرة تكسكوكو، وبعد حصار طويل في الاخر قدروا يقتحموا المدينة. الحصار ده كان ليه تأثير مدمر على سكان المكسيك، الجوع والأمراض، ده غير ان اتقتل منهم الكثير. وفي أغسطس سنة 1521 تينوشتيتلان بتقع في ايد الاسبان وحلفائهم من السكان الاصليين في الوقت ده، واخر تلاتواني واللي كان اسمه كواوتيموك اتقبض عليه. في سنه 1522 الملك كارلوس الاول ملك اسبانيا لما لقى ان كورتيس هو اللي مسيطر قال لك لما انكفوا على الدم والمذابح اللي حصلت للسكان الاصليين وقام عينه حاكم للمستعمره الجديده. كورتيس بدأ ينظم إدارة المستعمرة وعمل حاجة اسمها الكابيلدوس، يعني نظام مجالس محلية للحكم المحلي،
كل منطقة في كام واحد إسباني مسيطرين عليها، ويقدروا طبعا بسلطتهم إن هم يفتروا على السكان الموجودين في المنطقة دي عن طريق نظام اسمه الإنكومينداس، وده كان بيدي للإسبان الحق في استغلال شغل السكان الأصليين مقابل حمايتهم وتبشيرهم بالمسيحية. وهقول لك ليه قال إيه. طبعا مدينة تينوشتيتلان كانت اتدشملت بسبب الحصار، فقرر كورتيس إن هو يبني مدينة جديدة على أنقاض المدينة القديمة، وسمى المدينة الجديدة مدينة المكسيك. مدينة اتصممت زي المدن الأوروبية، اللي هو نظام فيها ميدان كبير في النص وشوارع متقسمة على شكل شبكة، وبقى مباني حكومية ودينية والكلام ده. وفي المكان اللي فيه المعبد الكبير بتاع الأستيك بتاع المكسيكان، الإسبان بيبنوا الكاتدرائية المتروبوليتان. وخلاص كده الأرض اتاخدت من أصحابها، والإسبان وأحفادهم اللي هيجوا من بعدهم بعد كده هيبقوا هم بس اللي بيتحكموا في الأرض دي وفي خيرها. أكبر التغيرات اللي حصلت في الفترة دي كان دخول المسيحية. جه رجالة الكنيسة الكاثوليك عملوا أديرة وكنايس ومدارس كانوا بيعلموا فيها السكان الأصليين عن الدين المسيحي والعادات الأوروبية. كتير من السكان الأصليين بدأوا إن هم يتحولوا للمسيحية، بس كانوا بيخلطوها مع عاداتهم وتقاليدهم القديمة. وهنا في نقطة مهمة، السكان الأصليين الموجودين النهاردة لما بيجوا يتكلموا عن النقطة دي بيقول لك يا باشا احنا أجدادنا الأصليين ما كانش ليهم أي دين قبل دخول المسيحية، هم كانوا بيعبدوا الأرض، بيصدقوا في قوة الطبيعة وقوة الحيوانات. بس هو ده كله الجزء الحلو. المجتمع في المكسيك كان زي حال كل الأراضي والبلاد اللي بيدخلها المحتلين الإسبان. فوق كانوا الإسبان المولودين في إسبانيا واللي كانوا بيتسموا البنسولاريوس، وبعدهم الإسبان المولودين في أمريكا واللي كان اسمهم الكريوجوس، وبعد كده يجي الجيل المخلط بين السكان الأصليين والإسبان واللي كان اسمهم ميستيسوس، وفي آخر الهرم كان الأفارقة واللي كان بيتم استعبادهم علشان يجوا يشتغلوا في الزراعة والمناجم وغيره. طبعا كل واحد وطبقته، ما ينفعش الكريوجو يحكم زي ما البنسولاري بيحكم. ونفس الفكرة بالنسبة للمكسيكي والأفريقي مثلا، كل واحد وطبقته يا باشا. وكمان الثقافة نفسها اتغيرت مع دخول عادات ولغات وأنواع فنية أوروبية جنب تقاليد السكان الأصليين، واللي للأسف عددهم قل جدا بسبب الأمراض اللي جابها الأوروبيين زي الجدري والحصبة والإنفلونزا، واللي كانت كلها طبعا جديدة على السكان الأصليين، ما كانش عندهم مناعة ضدها، وتسببت في أوبئة مدمرة. بيقول لك إن عدد السكان الأصليين قل بنسبة 90% في القرن الأول بعد الغزو. من حوالي 25 مليون شخص في المكسيك كانوا عايشين قبل الغزو، اتبقى بس أقل من 2 مليون بعد أقل من 100 سنة. الإنكومينداس كان نظام بيقول إن الإسباني اللي مترخص ومعاه رخصة ليه الحق بإن هو ياخد مجموعة من السكان الأصليين، المفروض في الورق إن هو بيحميهم ويعلمهم عن الدين المسيحي. بس طبعا الحقيقة كانوا بيستعبدوهم ويشغلوهم لساعات طويلة جدا في تعدين الذهب والفضة والزراعة وبدون أي حقوق، واللي كان بيرفض ان هو يشتغل كان بيتعذب او يتقتل. ده غير ان السكان الاصليين كان مفروض عليهم ضرائب من الاسبان تدفعها، يعني هتدفعها، تدفع بقى فلوس حاجه عندك جمعتها من الارض. السكان الاصليين ما كانوش بيبقوا لاقيين ياكلوا، وكانوا بيلاقوا نفسهم برضو مضطرين ان هم يدفعوا للمحتلين الاسبان. تعدين الفضه بقى مصدر اقتصادي مهم في المستعمره الجديده، والمدن التعدينيه زي ساكاتيكاس اتطورت بسرعه جدا. النظام الاستعماري كان بيعتمد طبعا على استغلال الموارد البشريه والطبيعيه الى اقصى حد. السكان الأصليين والأفارقة يشتغلوا وعبي يابا اشحن كله على إسبانيا، وبدأوا يفرضوا الثقافة والدين واللغة الإسبانية. بعد كده طبعا بدأ يبقى في شوية تخطيط عمراني، اتبنت مدارس وكنايس أكتر ومستشفيات، وكمان الإسبان عملوا نظام تعليمي جديد، بس ده طبعا كان للنخبة من الكريول. حركة الاستقلال المكسيكية بدأت في أول القرن 19 مع أفكار الثورات والتنوير اللي ظهرت في فرنسا وبدأت توصل للأمريكتين. كلام بقى عن الحرية والمساواة والحكم الذاتي، كل ده بدأ يشعل في دماغ الكريوجوس. اشمعنى يعني البنسولاري بس هو اللي يحكم وانا ماليش نفس ولا ايه؟ في 16 سبتمبر سنة 1810 اللي هو يوم الاستقلال المكسيكي النهارده، كان في قس اسمه ميجيل إيدالجو، هو معاه واحد كان اسمه إجناسيو أجيندي، رنوا أجراس الكنيسة في مدينة دولوريس، وطلبوا من الناس وقتها ان هم لازم يثوروا ضد الحكم الإسباني. الحركة دي اتعرفت باسم صرخة دولوريس، دي كانت زي الشرارة يعني اللي بدأت حرب الاستقلال. في الأول الحركة دي كانت مكملة كويس، بس ده لحد لما الملك الإسباني قدر ان هو يقبض على إيدالجو وأجندي ويعدمهم، والموضوع ده بدأ ان هو يحبط شوية من الناس اللي كانوا مع الثورة. جه بعد كده واحد اسمه موريلوس سنة 1813 وقال لك انا عملت دستور جديد للمكسيك، والمكسيك خلاص بقت مستقلة عن إسبانيا، وعمل دستور جديد. بس طبعا يا فرحة ما تمت، اتقبض عليه واتقتل بعديها بسنتين في سنة 1815. الدنيا بعدها بدأت تهدى خالص لحد سنة 1820. قامت في وقتها ثورة ليبرالية في إسبانيا، واضطر الملك إن هو يعمل دستور ليبرالي جديد.
ده خلى النخب المحافظة في المكسيك تخاف ان الدستور الجديد ده يأثر على مصالحها. اول لما لقيت الموضوع هيقرب من المصلحة قال لك لا يا باشا احنا كده مع الثورة ويعيش المكسيك وعايزين المكسيك تستقل لو سمحت. وفي سنة 1821 أغوستين دي إتوربيدي ضابط في الجيش الملكي وواحد تاني اسمه فيسنتي جيريرو، الاثنين بيتحدوا في حاجة اسمها خطة إجوالا، واللي كانت بتقترح ان احنا هنعمل نظام ملكي دستوري في المكسيك هيضمن حقوق الكنيسة والكريوجوس والنخب الإسبانية. وطبعا مفيش أي سيرة عن السكان الأفارقة مثلا ولا السكان الأصليين أصحاب الأرض نفسهم. المهم إن بفضل دعم من الجيش والنخبة اللي موجودة وقتها قدروا إن هم يحققوا استقلال المكسيك في سبتمبر سنة 1821. الخطة دي كانت الأساس للاستقلال وكانت بتقترح نظام ملكي دستوري مستقل. أغوستين دي إتوربيدي بقى هو الشخصية المركزية والرئيسية في الحكومة الجديدة. في الأول اتعين كحكم للمكسيك بس ما كملش كتير لحد مايو سنة 1822، ومع دعم من الجيش وشوية شعبية قال لك لا هي حلوة كده كفاية قوي عليك يا إسبانيا، ولا ملك ولا دستور، ينسوا الكلام ده، من النهاردة مفيش إسبانيا، وبدأ يحكم باسم أغوستين الأول إمبراطور المكسيك. احتفالاته بتتويج نفسه في الفترة دي كانت كبيرة جدا، وكان بيحاول ان هو يقلد كل احتفالات العائلات الملكية الأوروبية في الفترة دي. بس طبعا الدنيا كانت مليانة مشاكل في عهده من البداية. كان في معارضة شديدة للحكم خصوصا من الجمهوريين واللي كانوا عايزين نظام حكم ديمقراطي ودستور والشغل ده. المكسيك كانت في وضع اقتصادي صعب بعد سنين من الحرب، وطبعا إتوربيدي اضطر ان هو يواجه منافسات إقليمية وقلة اعترافات من بره، والموضوع بقى مش نافع. سنة 1823 في ثورة اتعملت تحت اسم خطة كاسا ماتا، وكان قائدها واحد اسمه أنطونيو لوبيس دي سانتا آنا، ومدعومة من ناس كتير كانوا في الأول في صف إتوربيدي، بس لما لقوا الدنيا بتخرب قاموا ضده هم كمان. إتوربيدي في النهاية لما شاف إن الدعم قل قرر إن هو يتنحى في مارس سنة 1823 وبيتنفي يروح إيطاليا. ما تفهمش إيه النفي اللي بيودوا فيه إيطاليا ده. وبكده بتنتهي أول إمبراطورية مكسيكية بعد سنة واحدة بس من بدايتها، بس إتوربيدي لا يموت. في سنة 1824 حاول مرة تانية ان هو يرجع للمكسيك، والله هو نظام انا خبرة يا جماعة في الامبراطوريات، لو عايزين اي حاجة انا تحت امركم. بس لما وصل اتقبض عليه واتقتل بعديها بشوية. في أكتوبر سنة 1824 اتعمل دستور جديد اسمه الدستور الاتحادي للولايات المتحدة المكسيكية، اللي هو كانوا شايفين معظمه أصلا من دستور الولايات المتحدة. الدستور ده حط نظام جمهوري كانت السلطة متقسمة فيه بين الحكومة الاتحادية و19 ولاية و5 أقاليم وكمان ولاية اتحادية. بعد كده جه واحد اسمه جوادالوبي فيكتوريا، وده بقى أول رئيس للجمهورية الاتحادية الأولى. الراجل ده حاول في الأول إن هو يشتغل على تثبيت استقلال المكسيك، يعمل حكومة بقى مستقرة، يحاول يلعب شوية في الاقتصاد وينشطه، بس الدنيا ما كانتش ماشية كويس. البلد كبيرة وكل حاجة بتحصل في الاقتصاد أو في السياسة هي جديدة، فبدأت تظهر مشاكل في كل المجالات، وطبعا ظهرت صراعات على السلطة وانتفاضات وثورات. بس في الفترة دي ظهر اسمين بشكل واضح. الأول وده كان تبع الليبراليين كان اسمه فالنتين جوميز فارياس، والتاني اللي كان تبع حزب المحافظين كان اسمه أنطونيو لوبيس دي سانتا آنا اللي لسه قايلين عنه. جوميز اللي اشتغل كنائب للرئيس وكان في أوقات كان بيبقى هو الرئيس المؤقت، كان عايز يمشي بنظام الاتحادية، بيدافع عن التعليم والعلمانية وتحديث الدولة والشغل ده. بس من الناحية التانية سانتا آنا كان بيمثل مصالح المحافظين وكان عايز دولة قوية ومركزية. في نص سنة 1835 الحزب المحافظ بيعمل مؤتمر وبيعلن نفسه إن هو بقى عنده صلاحيات دستورية. في 23 أكتوبر نفس السنة 1835 الهيئة التشريعية دي أصدرت الأسس الدستورية، والموضوع ده كان عامل زي المرض اللي انتشر في كل البلاد اللي استقلت عن إسبانيا في الفترة دي. شوية محافظين عايزين الدنيا تمشي بطريقة مركزية ونمشي ورا الكنيسة، وشوية ليبراليين عايزين الدنيا كلها تمشي بنظام بقى الحرية ويكون في حق للحكومة والتعليم، وكلهم كريوجوس ومش هم أصلا أصحاب الأرض. في ديسمبر سنة 1836 ومع تزايد الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكونجرس المكسيكي بيعتمد ال7 قوانين، وده كان عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الدستورية، والقوانين دي استبدلت النظام الاتحادي للدستور بتاع سنة 1824 بنظام حكم مركزي، وكانت بتطول فترة الرئاسة وبتزود سلطة الرئيس. البلد اتعاد تنظيمها كأقسام بدل الولايات، واللي كانت أصلا فقدت جزء كبير من استقلالها. الشكل الجديد ده ما كانش محبوب في مناطق كتيرة من المكسيك، وده طبعا كان السبب في ان يحصل ثورات كتيرة. تكساس اللي كانت تحت سيطرة المكسيك استغلت الفرصة دي وأعلنت استقلالها في سنة 1836.
رغم محاولات السلطات في الفترة دي إنها ترجع تكساس مرة تانية، بس تكساس بتكمل وبتنضم للولايات المتحدة من سنة 1845، وده اللي بيسبب حرب بين المكسيك والولايات المتحدة. وكمان في الفترة دي في مناطق تانية بدأ يحصل فيها ثورات زي حرب الطوائف في يوكاتان والثورة في نيو مكسيكو. السلطات المركزية اللي كانت موجودة في الفترة دي مع شوية عنف وإجراءات عسكرية قدرت إن هي تسيطر على معظم الثورات دي، بس الاقتصاد كان على الحديدة. مفيش استقرار سياسي وطول الوقت في صراعات عسكرية، البلد غرقت في الديون لحد سنة 1838 لما بتحصل لا جيرا دي لوس باستيلس أو حرب الحلويات، أول تدخل فرنسي في المكسيك. الجمهورية المركزية بتخلص سنة 1846 وبتبدأ الجمهورية الاتحادية الثانية. الحرب بين المكسيك والولايات المتحدة طبعا كانت البداية النيلة على دماء الجمهورية الاتحادية الثانية. لما تكساس انضمت للولايات المتحدة بعد ما كانت ولاية مكسيكية، البلدين طبعا دخلوا في صراعات، والنتيجة كانت في الآخر إن المكسيك خانت على عينيها جامد قوي، والألم ده اتمضى في معاهدة اسمها جوادالوبي هيدالجو سنة 1848. في المعاهدة دي المكسيك مضت إن هي تسيب حوالي نص أراضيها تقريبا. أماكن زي كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، نيو مكسيكو، نيفادا، يوتا وأجزاء من ولايات تانية راحت كلها للولايات المتحدة. الخسارة دي قلت المساحة وتحس ان هي خلت عند الحكومة اللي جوه الدم، وقال لك بقى نبدأ ان احنا نشوف الدنيا ممكن جوه نعمل فيها ايه. بعد الحرب بدأت المكسيك ان هي تفكر في تحديث نفسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. في الخمسينات بدأت يحصل شوية تغييرات وظهر ناس زي بينيتو خواريز، واللي لعب دور مهم جدا في تنفيذ الإصلاحات دي. من أهم القوانين اللي أصدرها خواريز قانون اسمه ليردو، وده كان هدفه ان هو يقلل من قوة الكنيسة والجيش بإجبارهم على ان هم يبيعوا كل ممتلكاتهم. والتاني مثلا كان قانون خواريز نفسه، وده بيشيل الحصانة والامتيازات عن الكنيسة والجيش، غير قانون إجليسياس واللي كان بيحدد حقوق الكنيسة في تحصيل الرسوم على الخدمات الدينية. القوانين دي كانت عاملة قلق لأن هي كانت بتأثر مباشرة على المحافظين واللي كانوا بيستفيدوا من قوة الكنيسة والجيش. طبعا المحافظين اعترضوا على القوانين دي، وده اللي عمل حرب اسمها حرب الإصلاح، ودي كانت خناقة داخلية بين الليبراليين اللي كانوا مع الإصلاحات والمحافظين اللي كانوا ضدها. سنة 1857 صدر دستور جديد للمكسيك، والدستور ده كان يعتبر من أكتر الدساتير ليبرالية في وقته، لأن هو أسس جمهورية تمثيلية وديمقراطية واتحادية. كان في ضمانات لحقوق مدنية وحريات شخصية، وحط الأساس للتطور السياسي اللي هيجي بعد كده في المكسيك. وكمان الدستور ده كان إنجاز كبير بالنسبة لصف الليبراليين، وفي نفس الوقت شيط المحافظين. سنة 1861 بينيتو خواريز بيبقى هو الرئيس الدستوري. في فترة الوضع الاقتصادي في المكسيك فيها كان نيلة خالص، وده بسبب الحروب والإصلاحات اللي كانت طبعا بتكلف خزينة الدولة. أول حاجة عملها خواريز إن هو علق سداد الديون الخارجية، والقرار ده هيفتح له فتحة هو مش قدها، لأنه بسبب تعليق الديون نابليون الثالث بيقرر إن هو يغزو المكسيك سنة 1862. القوات المكسيكية بتدخل المكسيك، خدوا لهم حوالي سنة كاملة في احتلال المكسيك. الغزو الفرنسي كان نهاية الجمهورية الاتحادية الثانية، وبدأت فترة جديدة في تاريخ المكسيك مع حكم الإمبراطور ماكسيميليان الأول، واللي كان بدعم من فرنسا. الفترة ما بين 1863 و 1867 كانت مليانة بتدخلات أجنبية من بره البلد وصراعات جوه بين المحافظين والليبراليين. وفي سنة 1863 المحافظين المكسيكيين بقيادة جنرال اسمه ميجيل ميرامون عرضوا العرش على فرناندو ماكسيميليان. الراجل كان في الاول مقلق، بس قال لهم يا جماعه انا بحب الطبيعه، خلاص ودوني المكسيك انا موافق، لان هو عارف ان فرنسا موجوده فيها. وفعلا سنه 1864 بيعلنوه امبراطور المكسيك. طبعا القوات الليبراليه اللي موجوده جوه واللي كان قائدها لسه بينيتو خواريز رفضت ان هي تعترف بيه، وبدات ان هي تكمل في قتالها ضد المحافظين والفرنسيين. خواريز عمل حكومه جديده في شمال المكسيك، وبدا نظام حرب عصابات ضد الامبراطور الجديد. الامبراطور الجديد زي ما قلت لك جاي بيحب الطبيعه وعاوز بقى يا جماعه عدل وحريه والشغل ده، بس طبعا ما كانش عنده اي دعم شعبي. مقاومه الليبراليين والصراعات الداخليه بين المحافظين نفسهم وبتفرط منه على الاخر سنه 1866. نابليون الثالث قال لك بقول لك ايه، رجع لنا الرجاله بتاعتنا بقى عشان احنا عندنا مشاكل داخليه هنا والدنيا فيها نار، الرجاله دي مش تنفع تستنى هناك لان في ناس جوه فرنسا ضد سياسات نابليون الثالث. طبعا كده طبلت فوق ماكسيميليانو لحد لما بيتقبض عليه، وطبقوا عليه القانون بتاع 25 يناير سنه 1862. ماكسيميليانو وجنرالاته اتحكم عليهم بالإعدام، واتنفذ الحكم في 19 يونيو سنة 1867، وده طبعا كان عشان يثبتوا سيادتهم على المكسيك.
يعني احنا بنبعت رساله، اي حد تاني يحاول ان هو يتدخل في الشؤون الداخليه هيكون مصيره الاعدام زي الارشيدوك بتاعه. قال يعني مش لسه مفرطين في اكتر من نص اراضيهم للولايات المتحده مثلا. المهم ان الحاله الاقتصاديه في البلد كانت ضنك، خزينه البلد كانت فاضيه والاقتصاد بقى على الله حكايته. عشان يحل المشكله دي بدا ينفذ اجراءات زي ان هو بدا يصادر ممتلكات الكنيسه ويطبع عملات ورق، بس الاجراءات دي كلها طارت في الهوا شاشي، اللي طبعا بالنسبه للمحافظين والكنيسه قرر يا باشا زي ما انت عايز واحنا نعمل اللي احنا عايزين. بس خواريز حقق انجازات يعتبر مهمه، حكومته بدات تكمل في البنى التحتيه زي السكك الحديد والتلغراف، وبدات تدعم شويه في التعليم والثقافه. في البدايه كان بيأكد على سياده القوانين المدنيه ومفيش قوانين دينيه، وده طبعا ساعد في ترسيخ الدوله العلمانيه. بس لان تعاد انتخابه اكتر من مره بدا يحافظ على سيطره قويه على الحكومه، بس سيطرته دي في الاخر جابت له الكلام وتوترات. المعارضين بداوا ان هم يتهموه بالاستبداد وانتهاك المبادئ الديمقراطيه. هو راجل ديكتاتور من الاخر. الفتره دي انتهت لما مات سنه 1872. بعد موته جه واحد اسمه سباستيان ليردو دي تهادا، وده كمل سياسات خواريز، لكن طبعا التوترات فضلت مستمره. في التسعينات كارتيل دي جوادالهارا كانت بتسيطر على 80% من تجاره المخدرات في المكسيك. المعلمين بتوعهم كان واحد اسمه رافائيل كينتيرو والتاني كان اسمه ميجيل جالاردو. بس بعد ما اتحكم على كينتيرو سنه 1985 بالسجن 40 سنه عشان دوره في خطف وقتل كيكي وكيل مكافحه المخدرات الامريكي اللي كان اسمه انريكي كامارينا، الكارتيل انهار وبدا يتفكك. الكارتيلات الجديده اللي ظهرت كانت اشرس واعنف واذكى بكتير. مثلا كارتيل دي سينالوا اللي اسسها خواكين جوزمان اللي معروف باسم التشابو، واللي ممكن تكون سمعت عنه او شفت صورته لان هو واحد من اخطر تجار المخدرات في التاريخ. وكمان ظهرت لوس سيتاس واللي كانوا مجموعه من الضباط سابقين في الجيش المكسيكي وكانوا متدربين على ايد القوات الامريكيه الخاصه. دول بقى استخدموا اساليب عسكريه وحشيه جدا زي الذبح بالمنشار، تفجير عربيات، وكمان كانوا اول كارتيل يستخدموا طيارات بدون طيار علشان يراقبوا خصومهم. الصراع بس ما كانش على المخدرات، الكارتيلات دي كمان دخلت في حروب على المناطق اللي كانت على الحدود. مثلا سنه 2010 لوسيتاس عملوا مجزره سان فرناندو في ولايه تاماوليباس وقتلوا 72 مهاجر من امريكا الجنوبيه بس عشان يهدوا اي حد يفكر يعدي الحدود من غير اذنهم. ده غير ان الخطف نفسه بقى صناعه كامله. سنه 2010 اتسجلت 15,000 حاله خطف رسميه، لكن الحقيقه ان الارقام الحقيقيه كانت اكتر من كده بكتير. كارتيل دي الجولفو كان بيخطف تجار المخدرات الصغيرين وبيطلبوا فلوس الفدية أو يبيعوا أصلا الناس اللي خطفوهم لعصابات تجار الأعضاء. حتى الأطفال يا شيخ ما سلموش منهم. مثلا سنة 2011 اكتشفوا إن كارتيل دي تيخوانا كان بيسرق أطفال من الشارع وكانوا بيستخدموهم في تجارة المخدرات. من سنة 2000 لسنة 2012 اتقتل حوالي 120,000 شخص بالإضافة لحوالي 27,000 شخص مفقودين، واتقتل حوالي 80 صحفي. ده غير طبعا إن العائلات السياسية اللي كانوا كتير منهم أصلا تجار زي عائلة واحد اسمه أريجانو فيليكس. العائلة دي كانت بتفجر مطاعم وعربيات للمعارضة كده في عز الظهر. بس قبل ما نكمل مع حرب المخدرات، بورفيريو دياس أعلن خطة توكستبيك اللي هو يلا نعمل جمعية بس قبضها الأول. أهم مبدأ وبند في الخطة دي كان عدم إعادة الانتخاب. بس طبعا أول لما دياس ريحها على الكرسي وارتاحت قال لك لا مش أنا حبيبي مش أنا، وحكم المكسيك بشكل شبه مستمر لأكتر من 3 عقود. الفترة دي اتسمت بالبورفيرياتو على اسمه يعني. المهم انها كانت فترة مليانة حاجات عكس بعض. من ناحية كان في تحديث وتطوير، ومن ناحية تانية كان في قهر واستبداد. على سبيل المثال الحكومة بيعت أراضي الفلاحين الصغيرة للمزارعين الكبار أو الشركات الأجنبية خصوصا الأمريكية والبريطانية. وكان في نظام جديد اسمه اسندادوس، كانت الشركات الأمريكية بتدير مزارع ضخمة وبيستعبدوا حرفيا العمال من غير أجور تقريبا. بعض الفلاحين كانوا بيشتغلوا سنين طويلة بدون أي مقابل حقيقي لأنهم على الورق كانوا مدينين للملاك، نظام عبودية. دياس كان بيقول الكبير لازم يتظبط عشان يعرف يظبطكم. كان راجل مستبد حافظ على سيطرة قوية وقمع أي معارضة حصلت في عهده. ده غير إن كمان في فترة حكمه زادت الهجرة الداخلية من الريف للمدن بسبب الفقر وفقدان الأراضي، وده طبعا زود أعداد المدن الكبيرة زي مكسيكو سيتي ومونتيري. بس الناس خلاص جابت اخرها من دياس، وفي الاخر انفجرت الثوره في سنه 1910، وده لما فرانسيسكو إجناسيو ماديرو من شمال المكسيك اتحدى دياس في الانتخابات الرئاسيه. بعدها ماديرو اتسجن والانتخابات اتلعبت لصالح دياس. غضب الناس ده اتحول لثوره. بعدها ماديرو بدا يدعي الناس لثوره اسمها سان لويس، واللي كانت بتطلب من الناس ان هم يمسكوا السلاح ضد نظام دياس. بانشو فيلا
كان فلاح وقدر يكون قائد للفلاحين واللي حاولوا يسيطروا على مدينة تيخوانا، المدينة اللي موجودة على الحدود مع الولايات المتحدة، وكان شغال مع واحدة اسمها لامالينشي واللي كانت بتتجسس له على جيش الحكومة وتنقل له أخبارهم. كمان كان في واحد تاني اسمه إيميليانو ساباتا واللي كان في الجنوب، وكان برضه هو كمان بيحارب علشان يرجع الأراضي اللي اتسرقت منهم في عهد دياس. المهم سنة 1911 دياس بيستقيل وبيتنفي لفرنسا. ما تفهمش نفي ايه، واحد مرة يتنفي لإيطاليا والتاني لفرنسا. المهم ان ماديرو بعده هو اللي استلم الرئاسة، بس حكومته ما طولتش لان بعدها بسنتين سنة 1913 ماديرو بيتقتل خلال انقلاب قاده واحد اسمه فيكتوريانو ويرتا، وده ادى لموجه جديده من العنف. ويرتا كان عايز يخليها نظام ديكتاتوري زي دياس، بس الناس في الوقت ده ما كانوش مستعدين ان هم يرجعوا لورا تاني. ويرتا بدا يواجه معارضه من فصائل ثوريه كتير، وفي سنه 1914 بعد شويه معارك وقع. الفترة اللي جت بعد سقوطه كانت مليانة صراعات ولخبطة كتيرة جدا. كالعادة طبعا الكرسي بيزغلل والقادة الثوريين يتخانقوا على السيطرة، كل واحد شايف رأيه هو الصح وهو اللي شايف البلد دي رايحة فين. المهم ان الثورة المكسيكية انتهت في 5 فبراير سنة 1917 بصدور دستور سنة 1917 واللي لسه بيحكم الحياة السياسية في المكسيك لحد النهاردة. بس الخناقات على السيطرة ما بتخلصش، التوترات بين الفصائل أدت لموت قادة الثورة واحد ورا التاني. ساباتا سنة 1919، حصلوا كارانزا في سنة 1920، وبعديهم بانشو سنة 1923. الثورة المكسيكية بتعتبر من أطول الثورات في التاريخ، استمرت تقريبا لمدة 10 سنين من سنة 1910 لسنة 1920. سنة 1920 بيوصل ألفارو أوبيجون للحكم، والراجل ده حاول يركز على السلام وقدر يركز على التعليم، وبدأ حركة الموراليزمو واللي كانت بتستخدم الجدران العملاقة في المدارس والمباني الحكومية علشان توعي الناس بالقيم الوطنية والتاريخ المكسيكي. سنة 1924 بلوتاركو كاجيس جه مكان أوبريجون في الرئاسة، وكاجيس ده كان مشهور بسياسته العلمانية اللي كانت بتواجه الكنيسة الكاثوليكية. خلال ولايته أصدر قانون على اسمه لي كاجيس أو قانون كاجيس، واللي كان بيأيد تأثير الكنيسة الكاثوليكية. ده غير إن كمان في عهده حصلت حرب الكريستيرا، وده كان عبارة عن نزاع مسلح بين الحكومة ومجموعات كاثوليكية كانت بتقاوم العلمانية. الحرب دي كانت خسائرها البشرية كبيرة جدا، لكن في النهاية الحكومة سيطرت. سنة 1929 كاجيس كمان أسس الحزب الوطني الثوري، واللي كان سابق الحزب الثوري المؤسسي، والحزب ده هو اللي كان مسيطر على السياسة المكسيكية لمعظم القرن العشرين تقريبا، وكان بيفرض نوع من الاستبداد الجديد. آخر رئيس في الفترة دي كان اسمه لازارو كارديناس، اشتهر بشكل خاص بسبب سياساته التقدمية، عمل إصلاح زراعي، وزع الأراضي على الفلاحين، وأمم صناعة النفط في سنة 1938. القرار ده كان نقطة تحول كبيرة جدا، لأنه كان أول مرة بلد في أمريكا اللاتينية بتأمم مواردها الطبيعية من الشركات الأجنبية. بعد الثورة بدأت المكسيك تتحول لدولة حديثة، وظهرت صناعات جديدة زي صناعة السينما. أول فيلم مكسيكي مثلا كان اسمه الأوتوموبيل جريس أو العربية الرماد يعني، وده كان بيحكي قصة حرامية كانوا بيتحركوا في مكسيكو سيتي. المكسيك لحد النهاردة بتحتفل بالثورة المكسيكية كل سنة في يوم 20 نوفمبر. بعد كده جه لويس إتشيفيريا اللي حكم من سنة 1970 لغاية سنة 1976. فأجواء ما كانتش ألطف حاجة، اضطرابات اجتماعية ومظاهرات طلابية، وكمان كانت فترة تحولات كان بيحاول فيها يوازن بين السياسات الاقتصادية اللي بتشجع على النمو وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. لكن هو واجه مشكلات كتيرة، وده بسبب الديون الخارجية واللي بدأت تزيد. أشهر حاجة حصلت في عهده كانت إن سنة 1971 قرر إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد ما كانوا مقاطعينهم من فترة طويلة جدا. بعديه جه خوسيه لوبيز بورتيجو، حكم من 1976 ل 1982، وفي فترته البلد بدأت تزدهر شوية، وده طبعا كان بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا. لكن الفترة دي كمان بدأت تزيد فيها الديون، وبدأ يزيد فيها فساد الحكومة بشكل كبير جدا. انتهت الفترة دي بأزمة اقتصادية حادة لما أسعار النفط العالمية انهارت والاقتصاد المكسيكي اتأثر جدا. الحكومة أصلا كانت استلفت مليارات الدولارات، وده بناء على التوقعات المرتفعة لأسعار النفط. ولما الإيرادات طبعا انخفضت البلد دخلت في أزمة ديون ما شافتهاش طول تاريخها. أزمة سنة 1980 كانت بداية رئاسة ميغيل دي لا مدريد اللي حكم من 1982 لغاية 1988. نفذت سياسات تقشف كتير، غير ان كمان خلال ولايته سنة 1985 ضرب زلزال كبير جدا مدينة المكسيك بقوة 8.1 على مقياس ريختر، وده كان واحد من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ المكسيك الحديث. والناس بعدها بدأوا يشككوا في كفاءة النظام السياسي عموما. في الفترة دي ظهرت بعض الحركات الاجتماعية الجديدة زي لوس توبوس، واللي كانوا مجموعة من الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في إنقاذ الضحايا لأن ما كانش فيه مساعدات حكومية في الوقت. الرئيس اللي بعد كده جه كان اسمه كارلوس دي جورتاري، كمل زي دي لا مدريد من خلال خصخصة
رئاسة الشركات الحكومية، وكمان وقع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية اللي اختصارها نافتا NAFTA مع الولايات المتحدة وكندا سنة 1992. بس حكومته كانت مصننة ومعروفة بالفساد والاستبداد، وصلت لأزمة اقتصادية سنة 1994 المعروفة باسم إفكتو تيكيلا أو تأثير التيكيلا، وده كان نتيجة لانهيار قيمة البيسو المكسيكي، وده خلى الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة. ده غير ان هو كان معروف بتدخلاته في الانتخابات، وكان بيستخدم نفوذه عشان يضمن سيطرة الحزب الثوري المؤسسي على الحكم. الفترة دي انتهت برئاسة إرنستو زيديجو من سنة 1994 لغاية سنة 2000، واللي طبعا ورث أزمات اقتصادية كبيرة، وحكومته كانت مليانة إصلاحات سياسية وبدأت تفتح طريق جديد للديمقراطية. وكمان كان هو أول رئيس من الحزب الثوري المؤسسي يعترف بضرورة التغيير السياسي، وقرر ان هو يقلل من تدخل الحزب في الانتخابات. في سنة 2000 انتخاب فيزنتي فوكس كان يعتبر نقطة تحول في تاريخ المكسيك، وده لأن لأول مرة من أكتر من 70 سنة الحزب الثوري المؤسسي بيخسر الانتخابات. وفوكس اللي جاي من حزب العمل الوطني بدأ يركز على تعزيز الاقتصاد، وبدأ يركز على تشجيع الاستثمار الأجنبي ويحسن علاقاته مع أمريكا وكندا. بس الفقر وعدم المساواة كملوا كأكبر المشاكل. المناطق اللي في الشمال كانت أكتر تنمية وأفضل اقتصاديا لما تيجي تقارنها بالمناطق الموجودة في الجنوب. بس فوكس ده برضه كان مكار، لأن هو رغم إنه وعد بمحاربة الفساد إلا إن بعض قراراته كانت محل شك، خاصة في التعامل مع النقابات العمالية، والشعب بدأ يحس إن التغيير بطيء جدا. العنف المرتبط بالمخدرات بدأ يزيد في عهده، وخاصة في المناطق الحدودية، وده خلى الناس تبدأ تشكك في قدرته على تحقيق الاستقرار. كمان في عهد فوكس بدأ التنافس والحرب بين الكارتلات يزيد بشكل كبير. في 2006 جه فيليبي كالديرون للحكم، وأول حاجة عملها إن هو قرر إن هو يحارب تجارة المخدرات ودخل الجيش في اللعبة، وده كان سبب في زيادة العنف بشكل ما حصلش قبل كده في المكسيك. العصابات الكبيرة اللي زي لوس سيتاس وكارتيل دي سينالوا بدأوا يتصارعوا على السيطرة، وده خلى آلاف المدنيين يكونوا هم الضحايا. الحرب دي ما كانتش مجرد مواجهة بين الحكومات والكارتلات، دي كانت حرب بين الكارتلات نفسها على مناطق النفوذ. كل كارتيل عايزة تسيطر على أكبر عدد من الطرق اللي بتوصل بيها المخدرات لأمريكا. لوس سيتاس واللي زي ما قلنا كانوا متدربين على إيد القوات الخاصة المكسيكية والأمريكية، اشتهروا بإن هم كانوا بيستخدموا تقنيات عسكرية متقدمة زي أسلحة تقيلة والطيارات بدون طيار وحتى القذائف الصاروخية. الحرب على المخدرات كانت بتكلف الحكومة المكسيكية مليارات الدولارات سنويا، بس النتائج كانت دايما بتبقى محدودة جدا. على حسب تقارير الأمم المتحدة قدروا يضبطوا حوالي 40% من إجمالي الكوكايين اللي كان بيدخل الولايات المتحدة من خلال المكسيك في الفترة دي. المدن الحدودية زي سويداد خواريز وديكوانا كانت بتعتبر من أخطر الأماكن في العالم. كل يوم في مجزرة جديدة، وكل منطقة كانت يعتبر ميدان حرب. الحكومة حاولت تسيطر، بس الفساد اللي كان جوه الشرطة والجيش كان بيدمر كل المحاولات دي. سويداد خواريز كانت بتلقب بعاصمة القتل في العالم، وصل معدل الجرائم فيها لمستويات مرعبة. في 2010 مثلا تم تسجيل أكتر من 3000 حالة قتل في المدينة، وده خلاها واحدة من أكتر المدن دموية في العالم كله. بعض الضباط كمان كانوا بيتعاونوا مع الكارتلات طبعا مقابل رشاوي، والسياحة في مناطق كتيرة كانت متضررة بشكل كبير، وكتير من الشركات الصغيرة بدأت تقفل. على سبيل المثال في ولاية تماوليباس التجار والشركات كانوا بيدفعوا حوالي 10% أو أكتر من دخلهم الشهري لكارتيل لوس سيتاس. الولايات المتحدة بما إنها أكبر زبون للمخدرات اللي المكسيك بتبيعها بدأت تدعم المكسيك من خلال برنامج كان اسمه مبادرة ميريدا، واللي كان هدفه إن هو يقدم مساعدات عسكرية وأمنية بحوالي 3 مليون دولار. سنة 2011 بيتقبض على واحد من أخطر زعماء الكارتلات اللي كان اسمه ميجيل موراليس، واللي كان معروف بزيت 40. لكن حتى بعد ما اتمسك الصراع بين الكارتلات المختلفة كان لسه مكمل. تكلم معدلات جريمة وصلت ل 200 شخص لكل 100,000 شخص. الحكومة صرفت من 2006 ل 2012 أكتر من 50 مليار دولار. سنة 2012 بيجي واحد اسمه إنريكي نييتو مرشح الحزب الثوري المؤسسي، واللي رجع للحكم في 2012 بعد 12 سنة بس من غياب الحزب ده عن السلطة. حكومته بدأت تعمل إصلاحات جديدة في التعليم والطاقة والاتصالات، وأهم حاجة عملها إن هو فتح قطاع النفط للشركات الأجنبية لأول مرة من ساعة تأميمها في أواخر الثلاثينات. بس عشان يعمل كده طبعا بدأ إن هو يعدل الدستور، وكمان اقترح نظام جديد لتقييم المعلمين، بس القرار ده كان بيواجه مقاومة شديدة من النقابات التعليمية. كل ده طبعا ما قضاش خالص على الفساد اللي استمر كمشكلة كبيرة، ده غير طبعا مشكلة زيادة العنف المرتبط بالمخدرات واللي خلت الشعب مش راضي خالص عنه. في 2014 اختفاء 43 طالب من جامعة ايتوسينابا كان واحد من أسوأ الأحداث اللي حصلت في عهده. القضية لحد النهاردة ما اتحلتش، وده طبعا خلى الناس تفقد الثقة تماما فيه. بيجي بعد كده من 2018 ل 2024 أندريس أوبرادور مرشح حزب جديد خالص اسمه حزب مورينا.
عنف المخدرات طبعا استمر، بس في عهده انشأ الحرس الوطني علشان يحل محل الجيش في مكافحة تجار المخدرات، بس ناس كتير وقتها كانوا شايفين النتائج بطيئة جدا. على آخر 2024 كان في شوية تحسن نسبي بالنسبة للقطاعات الاجتماعية، بس اقتصاديا وسياسيا الدنيا لسه زي ما هي. في سنة 2023 أعلن إن هو مش هيرشح نفسه لفترة رئاسية تانية، بس بتيجي مكانه كلاوديا شينباوم، واللي من نفس الحزب بتاعه وكانت شغالة أصلا معاه من أيام ما كان هو رئيس بلدية نيو مكسيكو. طبعا حظها النيلة وقعها من أولها مع ترامب اللي بدأ يفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات المكسيكية، وهي عمالة تحاول تهندله بالطريقة، مرة تقول المكسيكي مش هتقبل أي ضغوط، مرة تقول عايزين نحلها بالتراضي. خصوصا كده إن موضوع زي موضوع الهجرة مثلا واحد من أكبر القضايا اللي بتأثر أصلا على العلاقة بين البلدين. ترامب عايزهم يتحملوا مسؤولية أكتر على موضوع المهاجرين. وبالنسبة لكلاوديا تصريحات ترامب عموما مش واقعية، أو زي ما بتقول غير إنسانية. اقتصاديا المكسيك استفادت من اتفاقية USMCA اللي جت بعد NAFTA، خاصة في تصدير العربيات والإلكترونيات، بس بسبب الفساد دايما الشركات الأجنبية مستفيدة أكتر بكتير من الشركات المحلية، وده عامل تفاوت كبير جدا بين المناطق اللي في الشمال الغني والجنوب الفقير. المكسيك النهارده فيها تحديات كبيره زي التفاوت الاقتصادي بين الجنوب الفقير والشمال الغني، مثلا العنف ضد الستات، التغير المناخي، بس في نفس الوقت فيها شباب كتير بيحاولوا يطوروها ويشتغلوا على مستقبلها. في فيلم اسمه كيفيفا ميحيكو، لو ليك في الافلام اللاتيني الفيلم ده هيلخص لك حاجات كتير جدا. وبس كده، لو الحلقه دي عجبتكم ما تنسوش لايك، شير الفيديو، سبسكرايب في القناه. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.